لطيفة في اللغة هي المرأة الناعمة الرقيقة الرفيقة النادرة. لطيفة في الاصطلاح هي المقولة التي تشرح الصدر. لطيفة في الحياة هي أمي وقلبي الذي في صدري، وأجمل وأنعم وأرق وأرفق إنسانة في حياتي. كل ابن يمكن أن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه، لكن أمي ليست ككل الأمهات، كانت كلها سلاما وسكينة. لا أزال أذكر رائحة خبز أمي، وأذكر حديثها معي في الصباحات الباكرة. كنت أستمتع بالحديث معها عن العلاجات الطبية بالأعشاب. كانت تعد فطوري كل يوم قبل ذهابي للمدرسة، وفي الطريق كنت أقسمه نصفين، للنصف ولمهرة كنت أحبها النصف الآخر. كنت صغيرا وظننت أن خبز الطحين مع البيض مفيد للخير. لاحظت أمي أن فطوري كان يقسم على 2، فزادته لضعفين. هكذا هي الأم، لا تشبع حتى ترانا نأكل، ولا ترتاح إلا بعد أن ننام، ولا تفرح إلا إذا زالت عنا الأحزان. هناك مواقف كثيرة لا أنساها مع أمي. ما زلت أذكر وأنا جالس في حضنها تحدثني عن أول رحلة لي إلى لندن. كنت أنظر إليها بدهشة وهي تخبرني بأننا سننام في مبنى شاهق، لأن الجو في تلك البلاد يناسب النوم في الداخل، وليس كما نفعل في دبي عندما ننام على السطح في فصل الصيف. من مثلك يا أمي؟ من يشبهك يا أمي؟ في مايو من العام 1983 فقدت أمي، فقدت حبيبة قلبي، فقدت نظر عيني، وفقد أبي شريكة حياته، فقد سنده وحبه وصديقته ورفيقته وحبيبته بعد أكثر من 40 عاما معه. فجاءت هذه الصدمة لتصف به، وهو القوي الراسخ الوقور، الجبل الذي لم يكن يتزعزع أمامنا. عصف به فقد لطيفة، فلم تعد حياته كما كانت. كنت خائفا جدا على والدي عند رحيلها أثناء تلك الصدمة التي تلقتها دبي وتلقاها شعب دبي الذين أحبوا بصدق أم دبي الشيخة لطيفة بنت حمدان. كانت أمي تعالج مريضهم وتداوي صغيرهم وتواسي فقيرهم وتسمع لنسائهم وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم. كنت أراها عندما تشرف على إعداد الطعام تأبى إلا أن تشارك الجيران والأقارب والضيوف طعامنا. من مثل أمي؟ من مثل لطيفة؟ كانت جنازتها مهيبة، أحضرها الآلاف وبكى فيها الآلاف على أمي أم دبي الشيخة لطيفة. نزلت معها في قبرها، كان أبي وأخي يتابعانني من فوق القبر. سجيتها في مثواها الأخير ودموعي لا تتوقف. ثم خرجت من القبر. عند خروجي سقطت ساعتي بجانبها، لم أستطع الكلام. نظرت إليها ونظرت إلى ساعتي بجوارها، وألم فظيع يعتصر قلبي، وصوت ما يهمس في داخلي. شيء مني معها. من مثل أمي؟ من مثل لطيفة؟ تغير بيتنا بعد رحيل أمي، تغيرت حياتنا بعد رحيل الشيخة لطيفة بنت حمدان. عندما يرحلون ينطفئ شيء ما في حياتنا وفي بيوتنا. عندما يرحلون تتغير ملامح الطرقات والبيوتات والوجوه، حتى الطعام يتغير طعمه. عندما يرحلون يرحل شيء منا معهم، وتبقى ذكراهم لتقوينا على مواجهة الحياة من بعدهم. شيء مني معه. من مثل أمي؟ من مثل لطيفة؟